السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو جديد، وقبل ما ندخل الفيديو نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندعي دعوة حلوة لإخواتنا وأهلنا في فلسطين، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مبينا مباركا عاجلا غير آجلا، اللهم آمين يا رب العالمين. يلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا احنا معانا مش مولد، ده ليلة كده واحد بيعملها عندنا كل سنة في البلد عشان عنده بنت من ذوي الهمم، وبيقول إن بنته دي كانت وش السعد عليه، وهو فرحان بها جدا، وهو فعلا بيحبها جدا، ومش حاسس إن هي من ذوي الاحتياجات أو الهمم، لا بالعكس، ده هو بيكرمها وبيحبها جدا، وبيقول إن هي كانت سبب إسعادي ووش الخير عليا وسبب اللي أنا فيه. فبيقوم بالليلة دي طبعا الناس دي بتيجي تفرش بحلويات وحمص ولعب أطفال وحاجات من دي بتتباع، لكن هو بيبقى مثلا بيوزع بقى وجبات، بيوزع حواوشي ووجبات وحاجات كده، لأن هو جزار يعني بتاع لحمة وكده. فبيقوم الليلة دي بقى ايه، بتبقى عبارة كده عن شكر منه وامتنان لربنا سبحانه وتعالى انه رزقه بالبنت دي، لانها كانت فتحة خير عليه. طبعا الرزق من عند ربنا وكل حاجة، لكن هو بيتفائل ببنته وبيقول الحمد لله. يعني ايه بيعمل الليلة دي؟ بيحمد ربنا انه رزقه بالبنت دي، وبيعملها عشان بنته كده يعني. فهي بتبقى ليلة كده في حب الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا ده ابوها ابو نضارة اهو، ده الراجل اللي عامل الليلة. فهي بتبقى ايه، ليلة في حب الرسول عليه الصلاة والسلام. فبيجيب اللي هم النداحين، وبيجيب اللي هم دراويش والناس دي، فبتبقى ايه ليلة حلوة. طبعا الراجل مش مسؤول عن تصرفات بعض الشباب او تصرفات الاخرين، هو مش مسؤول عليها، لكن هو عاملها بنية صافية. فاهميني يعني ايه؟ ان هو ايه، ليلة في حب الرسول، ليلة إكرام إن هي الناس الغلابة، اللي هو توزيع وجبات اللي هو كده. فهو مش مسؤول خالص على ايه تصرفات الآخرين. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله ونحن حبيب خلاق البحر ملوك الأرض أرباب العالم، ونحن حبيب خلاق البحر. وإنك من شحوم أو لحوم رضينا بالغليل من العطايا. ونحن عبيد خلاق الغاية، وإن أكلوا شحوما رمينا بالغليل من العقل، وإن رسوا سيادا فاخيرات رضينا بالمرضى والعدايا، وإن سكنوا قصورا عاليات
سكننا في المساجد والزوايا الإنسان يتباعد ويداوم يشهد يدير عن وياه الإنسان يتباعد ويداوم يشهد